سابقا كنت عرفت على نفسي بأني كنت مرشح حزب ولاء أخت ريهام ونقدي الساخر للانتخابات النيابية والمشاركين فيها والمرشحين. وفي هذا المقطع أعرفكم على نفسي، أنا مواطن مقاطع لهذه الانتخابات من ضمن المواطنين المقاطعين لها. وسبب مقاطعتي، وأنا يعني بعتقد في كثير من الناس يتفقون معي في هذا الرأي، سبب مقاطعتي لأنه يا أخوان زي ما أنتم شايفين، زي ما أنتم بتعرفوا، إنه يعني المجالس النيابية السابقة كنتوا تشوفوا وتلاحظوا كيف إنه مثلا إذا واحد نائب بزعل من زميله النائب تلاقي كندرة طايرة صافقيته على ظهره ولا على وجهه، مكتة طايرة، مي، كاسات مي بتتطاير. وبرضه كمان زي ما بتعرفوا بقى في نواب يعني إذا بس تنجح الثقة بالحكومة وتأخذ 111 صوت يوزعوا قضامة وبزر وتسهالي، عاملين لي إياها حارة. مجلس نواب بقر قوانين وبشرع قوانين حارة، بزعل من فلان بضربه. هذا إذا بتذكر كمان أحد النواب صفق زميله النائب، شفع خماسة على رقبته عشان إنه مختلف معاه بالرأي، وبشوي بدهم يتقاضموا. وإذا بتذكروا في أحد النواب في أحد القنوات التلفزيونية رفع على زميله النائب مسدس، رفع على زميله في المناظرة مسدس. قال ليش؟ لأنه مختلف معاه بالرأي، ضايقه، برفع عليه مسدس. يعني شوي وبجوز يعني لا سمح الله لو الشيطان بقى بهذيك اللحظة شاطر، يعني هون العيار إذا طلع خلاص ما برجعش مكانه، مستحيل. يعني لا سمح الله، الله أعلم شو بصير. ويعني وانتشرت طبعا، انتشرت في كثير من يمكن على العربية نشروها، يمكن وصلت لعند فنزويلا والمكسيك. نوابنا محترمين ما شاء الله عليهم. احنا يا اخوان مقاطعين الانتخابات، احنا ما بدنا مجلس نواب ينعرف رئيسه قبل ما تتم الانتخابات بأشهر، يقولوا فلان والله رئيس مجلس النواب. ما بدنا مجلس نواب يعني يعطي الشرعية للفاسد ويعطيه صك غفران بقضايا مثل الفوسفات والكازينو وغيرها من قضايا فساد. واخر شيء بتعرفوا زي قضية الفساد هاي في أمانة عمان، بنية تحتية ما شاء الله عليها، نزل عندنا شوية الحمد لله رب العالمين، نزل عندنا مطر ثلوج الحمد لله، رحماك يا الله. لكن بين عيب الفاسدين وبين عيب البنية التحتية، يعني جد واخلاص في العمل ما في نهائيا. فيا حبيبنا المواطن، اخوي، قرابتي، ابن عمي، لد علي جاي، ترى الكنافة طعمها زاكي بعرف وانت قاعد بالصيوان، بس الأردن مش أوقيت كنافة. الأردن مش طبايخ هون ولا هناك، ونصير نسولف بالصواوين بالدواوين هون وهون، أن فلان نازل وفلان مش نازل، وفلان أنا بدي أدعم وفلان ما بديش أدعم. ادعم الأردن قبل ما تدعم الفرد، ادعم الأردن. الأردن بتطلب منا نكون إيد واحدة، وقفة جادة وصرخة، مقاطعتنا لا تكون صرخة في وجه المسؤولين، في وجه الحكومة، في إنه إحنا ما بدنا مجلس نواب يعطي صكوك غفران للفاسدين. أنا بدي أسألكم، جيبوا لي واحد بس من المرشحين حالهم من الرمثة للعقبة، واحد رافع شعارات منطقية، إيش بقول لك؟ من نطلع النفط، وإيش بقول لك ما شاء الله عليه بده يحارب الفاسدين، وإيش بقول لك من نحرر فلسطين، ما شاء الله ما شاء الله. لا، وقال إيش؟ في واحد قال يعني بيرفع شعارات ثانية يعني معتدلة، قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولما تسألوا يا أبو فلان شو عملت؟ سامحت تبعون الفوسفات والكازينو ولا شو؟ قال والله حاربت الفاسدين، وبتعرف يعني بتيجينا اتصالات ونقدر شو عشان يعني شو. طب حاربت الفاسدين ولا قول طمني. قال والله ما استطعت. مش بفسر الآية على كيفه، مش إنه يعني بذل جهد كبير بقدر استطاعته، لا ما استطعتش، هيك يعني الآية عنده ما استطعت نهائيا. ما شاء الله عليهم. فيا ولاد عمنا،
في العشائر، قرايبنا وحبايبنا، سواء في المدن أو الأرياف أو البوادي. احنا بدنا نقاطع الانتخابات، احنا بدنا نرسم أردن المستقبل، بدنا نرسم صورة طيبة عن الأردن. احنا بدنا أردننا يكون أردن جميل فعلا. بدنا الأردن أولا بدنا نوقف في وجه الفاسدين، بدنا نحاربهم. الفاسدين هيهم ما انتم شايفين وعارفين، على لا بدنا نحكي لك فلان ولا علمتان، فاسدين معروفين وانت بتعرفهم يا ابن عمي يا أولاد عمنا، تعرفوهم انتم. فلذلك يعني مجلس السادس عشر كلكم بتعرفوه مآسي، والمجلس اللي قبله الخامس عشر، مجالس ورا مجالس. يعني وشو فادنا مجلس النواب في ظل هذا القانون اللي أجهض البرامج وكرس كرس النزاعات فتت الوطن، فتت شرائح الوطن، خلى هذا يزعل من ابن عمه وفلان يزعل من فلان وفلان. بأحد المحافظات لما تذكر المجلس الخامس عشر السادس عشر لما نزلوا على الانتخابات، والله فلان فاز على ابن العشيرة الفلانية الثانية، وفرق الفايز قال ماخذ مثلا 2000 صوت، واللي قبله ماخذ، واللي مش فايز ماخذ مثلا 3000 صوت. تلاقي 1000 تلاقي المفروض هو يكون فايز. لا يا اخوان، احنا بدنا نقاطع الانتخابات، بدنا نرسم صورة طيبة للأردن. بدنا مجلس نواب يمثل إرادة الأردن، يمثل إرادة الأردنيين. بدنا مجلس نواب قوي، مش مجلس نواب والله بزعل من فلان بضربه، بتهاوشن وياه، بوزع قضامه، برفع مسدس. فأنا مقاطع، وإن شاء الله يعني بتمنى من جميع إخواني اللي بيشاركون في هذا الرأي يكونوا مقاطعين